عايزه تعملي غريبه عشان في العيد تبقي من جوزك قريبه، اكسبلور ولايك ومتابعه، ويلا بينا نعمل الغريبه. حاجه نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، ربع كيلو سمنه ما يعادل كوبايه من كوبايات الشاي. هنزل كمان ب 100 جرام من السكر، ولازم تفهموا ان السكر ده حسب الرغبه، يعني ممكن تقللوه او تزودوه ده بمزاجكم. هبتدي ان انا اعجن بقى عجنه جامده جدا. دي شكل العجينه بعد ما اتعجنت، عايز اقول لكم ناعمه جدا جدا. هنعمل ايه بعد كده بقى؟ بعد ما عجناها هنسيبها ساعه في التلاجة. بقى دي العجينه بعد ساعه هبتدي ان انا اجيب كده كور صغيره وكوره كده تاخد درجه حراره ايدي بالشكل ده كده، وبالصباع الصغير ده واروح عامل كده اهو. بس كده. هنيجي هنا بقى بصوا كده. التسويه بقى بتقول ايه؟ بتشتغل الفرن من تحت على اهدى درجه، وبخلي بالي منها عشان هي ما بتاخدش سوا، يا دوب هي بتتشمع وبتطلع. ده شكله بعد 12 دقيقة في الفرن. هتعرفوا منين بقى ان هو نجح يا نجوم الكوكب؟ لما بصوا من فوق من كده ما يشققش من فوق، يبقى كده ده نجح ومية مية. حبايب قلبي يا نجوم الكوكب.